هم كل الدول والشعوب. سقطت الأوراق التي راهن عليها نظام المخزن لتقويض أمن واستقرار الجزائر على خلفية محاولات الرباط الاستثمار في الأحداث المؤسفة التي عاشتها ولاية غرداية مؤخرا من خلال هندسة مخطط جهنمي لتقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة بتخطيط من القصر الملكي وبتنفيذ من حركات أمازيغية مغربية. فتراجع نظام المخزن عن الترخيص للاعتصام الذي كان من المقرر أن يقوم به مرتزقة العرش المغربي على الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر ومملكة أمير المؤمنين جاء على خلفية نجاح الزيارة التي قادت كبار المسؤولين الجزائريين إلى غرداية في صورة وزير الداخلية الطيب بالعيز وكذا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل والقائد العام لجهاز الدرك الوطني اللواء أحمد بسطيلة، والتي تمخض عنها وضع خارطة طريق عملية لإنهاء حالة الاحتقان التي عاشتها غرداية على مدار الأسابيع الأخيرة. مناورات الرباط الاستفزازية والعدائية والتي تتكرر مع اقتراب كل موعد انتخابي رئاسي بالجزائر تكشف للمرة الألف الوجه الآخر لعرش ملكي مفلس. منذ شهور طويلة والمغرب راهو يتصرف واحد التصرفات غير معقولة تجاه الجزائر. هذا باعتراف تاع الجميع. افتزاز بعد افتزاز، وحاول يدخل روحه مباشرة في الشؤون الداخلية نتاع البلاد. وزيادة على هذا هي في الحقيقة هو راه يحلم بالتقسيم تاع الجزائر. هذا هو الشيء اللي يحلم به المخزن. هذا وكان والي الجهة الشرقية لوجدة قد رد في رسالة على رؤساء الجمعية السلفة أول أمس الجمعة، رد على طلبهم بالسماح لهم بتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأحد أمام المركز الحدودي زوجبغال بالرفض، مرجعا ذلك إلى الظروف الحالية الغير مواتية لتنظيم مثل هذه التظاهرة في الوقت والمكان المعينين.